فجأة انا لقيت ولد تاني تافه عمل حركة بذيئة ومش عارف ايه حطه صح الكلام اللي قلة الادب دي، قدمت شكوى. انا بقى اللي مقدم الشكوى، انا اللي اتحول التحقيق. ليه؟ لان كهربا الموقوف دوليا اتحاد الكرة ده خايفة من الخطيب اداله جواب يلعب. بالمناسبة مبروك النادي الاهلي النهارده فوزه على الفريق التعبان ده بتاع السمن الهولندي ده. انا مش عارف ده ازاي دخل كاس العالم للانديه بصراحه. مبروك، يعني عندنا روح رياضيه، ما عندناش مشكله. هو في النهايه كان بيمثل مصر. تمام. انت دلوقتي خوفا من الخطيب عملت ايه؟ كهربا الموقوف دوليا اديت للنادي الاهلي جواب قال لك قول له يلعب. ما هو دي يا جماعه بلطجه. والولاد اللي هم مش موقوفين انت واقفهم. ما دي بلطجه. يا جمهور الزمالك قول لي العيال الموجوده فوق، القصه مش مرتضى، القصه مش عايزين حد قوي يرقص نادي الزمالك. من الواضح ان الوضع في الزمالك سيء. حسنا نتمنى لكم الاسوأ. طيب انت جيت دلوقتي بعد الوقف ده كله وربنا كرمك طبعا بدعاء ابوك وامك، دي رقم واحد. رقم اتنين ان انت كنت يا اما بتسلمه للجماهير عشان ما حدش يطالب بيه وادي اهو ومش هندفع الغرامه لان ما عملش حاجه. هو لو كان عمل حاجه كنت انت هتطالب بيه ولا انا هطالب بيه ولا كنا نقول لا خلاص الاداره كان عندها حق لان خلاص الراجل ما اداش. فهو دلوقتي احرج الاداره ان هو التعلق اللي هو فيه ده، وان كل ماتش بالذات في ماتش الزمالك اللي هو اصعب ماتش بيكسبه لك. ده انت في لعيب اللي هو برونو سافيو ده انت لغايه دلوقتي كل ما تيجي تتكلم يقول لك اصل جاب جون في الزمالك. يعني انا جايبه ب 3 مليون دولار ولا يورو واخد بالك عشان يجيب لي جون، بس الناس غفره له كل ده. هو في اتجاه لاعارته او تسويقه بنهايه الموسم. ده لو الراجل هو اللي عمل الراجل ده يبقى الراجل بدا يفهم. كولر بتاريخه ده كله مستنيك انت تيجي تقيمه؟ ده انت قلت على نفسك هجاص.